ده مبسوط المضغوط، طالب ثانوية عامة مطحون، أكتر حاجة شاطر فيها النوم. كل ما الدنيا تتكركب حواليه يروح ينام، وكل ما ينام يحلم إنه بيطير في السماء فوق البيوت. فكان بينام كتير علشان يحلم ويهرب من المذاكرة، ويقول لنفسه: يا مبسوط اهرب من الضغوط وحلق فوق البيوت. مبسوط كان دايما يقول لنفسه إنه هيذاكر من بكرة لأنه النهاردة مكسل أو ملوش مزاج، ومخه دايما بيقنعه بالتسويف وإنه لازم ياخد أجازة النهاردة وبكرة هيكسر الدنيا. يوم جر يوم والامتحانات قربت. النهاردة الخميس، صحي مبسوط من النوم وهو بيقلب في الفيسبوك بتاعه، لقى محاضرة بعنوان فن إدارة الوقت. جاب ورقة وقلم وقرر يكتب وراهم اللي بيقولوه. 1. قسم الشغل لأجزاء صغيرة، يعني تختار مادة واحدة وتسيب باقي المواد تماما كأنهم مش موجودين، والمادة نفسها تختار فصل واحد منها تخلصه وبعدين تشوف اللي بعده. مبسوط قال لنفسه: لا، ده الموضوع حواراته كتيرة كده. 2. راقب اللي بيشتتك، هات ورقة وقلم واكتب فيها أي فكرة تجيلك وانت بتذاكر، وابقى نفذهم بعدين مش في وقت المذاكرة. مبسوط قال لنفسه: طب يا سيدي شكرا، هراقب، بس هعمل لنفسي كوباية نسكافيه الأول علشان أراقب بتركيز. رقم 3. ذاكر شوية وبعدين كافئ نفسك. الحمد لله، أخيرا لقيت حاجة تنفعني عند بتوع التنمية البشرية، بس أنا هكافئ نفسي الأول وهروح أنام. دخل مبسوط سريره وهو بيقول جملته المعتادة: يا مبسوط اهرب من الضغوط وحلق فوق البيوت. نام مبسوط وشاف في الحلم نفسه في مكان غريب، شاف أقفاص مغلقة وفيها صراع ما بين العبيد والوحوش المفترسة، وقدامهم الأمراء والوزراء وكبار الدولة قاعدين بيتفرجوا ومستمتعين وفرحانين وهم بيشوفوا الأسد بياكل العبد في النهاية بعد قتال ما استمرش كتير. مبسوط لقى حد من وراه بيقوله: ما تستغربش، هي دي وسيلة التسلية الأشهر في الدولة الرومانية قبل البعثة النبوية. أنا الشيخ بلال وهكون رفيقك في كل حلم. مشي مبسوط مع الشيخ بلال في شوارع الدولة الرومانية، ولقوا أطفال كتير مش معروف لهم أب ولا أم، لأن الزنا كان منتشر بشكل كبير. الدولة الرومانية كانت دولة ضخمة جدا، والعبيد والفقراء فيها كانوا كتير، فيها أموال لكن كانت لطبقة معينة من الناس. شاف مبسوط وهو ماشي الناس بتتضرب بالكرباج لأنهم مش قادرين يدفعوا الضرايب الغالية، وأي مصلحة عايز تخلصها كان لازم تدفع لها رشوة. الشيخ بلال قاله: دولة الروم في الوقت ده كانت دولة ضخمة جدا بتمتلك نص الأرض تقريبا، وربنا ذكرها في القرآن في سورة الروم، واللي انت شفته ده ما يجيش أي حاجة من الحروب الوحشية اللي كانت بتحصل. مثلا سنة 70 ميلادية كان في حرب متوحشة جدا، أحد قياصرة الرومان حاصر اليهود فيها 5 شهور كاملين. الرومان كانوا بيجبروا كل يهودي إنه يمسك زوجته وأولاده ويقتلهم بنفسه، ودي لمحة مظلمة من الدولة الرومانية قبل البعثة النبوية. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. المقت يعني شدة الكراهية. إيه الظلام ده؟ مبسوط صحي من النوم وقال لنفسه: الحمد لله على نعمة الإسلام. استنونا الحلقة الجاية مع حلم تاني من أحلام مبسوط.